بدون مقابل؟ بدون عاد مقابل. أنا أعرف إنه أنت مليونير هسه. رحالنا اليوم قصة إلهام مختلفة، وبعمره 19 سنة غير حياته 180 درجة. قرر يكتشف العراق بطريقة مختلفة ويروح الأماكن ما حد بينا شايفها. شلونك هندام؟ مرحبا ميس، شلونك؟ أهلاً وسهلاً. شلونكم بخير؟ نورتنا برحال اليوم. شكرا نورك. أهلاً وسهلاً اهلا بيك. وسهلا. أنا أريد أبديها من شنو المختلف بهنداوي؟ شوفي، احنا هو كل انسان اكو بجانب مختلف، بس اعتقد المختلف بيه شبه هواية ناس. انه اني دريمر واحس انه الشيء اللي احلم له احس انه يوم من الايام حيجي. هواية شغلات كنت ما متوقعها صارت بحياتي، فدريم كم ترو صارت. أول شيء صار بحياتك غيرك تماماً. انا كنت سمين، زين. كنت وزني 113 تقريبا، فمن قررت ابدي بجسمي. أوكي. فمن ضعفت وحسيت إيه. نفسي انه انا اقدر اسوي شيء، وغيرت جسمي 180 درجه، شكلي تغير، بتقول شخصيتي 28 كيلو. 28 كيلو، ممكن حتى زين. تقريبا 29 هيك صار وصل. أنا هسه صار عندي فضول أكثر. اللي نزل وزنه 28 كيلو شلون وصل إنه يريد يكتشف العراق؟ هذا شلون وصلني لهنا؟ هي جيرني، هي رحله، وهاي الرحله تحتاج رحال. حلو. هاي الرحله ان جنرال يعني انت حتشوفين انه يوم بعد يوم حتكتشفين هواي شغلات ممكن انت قبل ما كانت بباجتي تسويها اساسا. هواي شغلات كنت اشوفها احس انه الاعلام ما مغطيها. صحيح. هويتنا للدول العربيه والدول الاجنبيه ما واصله بشكل صحيح. اكو هواي شغلات حلوه بالبلد واحنا نتميز بيها، ليش ما نصدرها؟ فهي بدت برساله. حلو. هاي الرساله استثمرت بها المهارات اللي عندي بالسوشيال ميديا والكونتنت والماركتينج، وصلتها للاودينس، للناس. فشلون إذا تقارن محتواك بالمحتوى الفايرل هسه بالعراق؟ شوفي، احنا قبل نجي من المقارنه، هذا المحتوى موجود بكل دول العالم. نعم. بكل دول العالم اكو محتوى زين ومحتوى مو زين، وهو هذا التوازن، هذا اللي يعطي قيمه للمحتوى الزين. المحتوى اللي دا يتعب عليه هنداوي دا يسخر طاقاته بالكامل مشاعر وبالإضافة إلى تقنيات حتى يصدر صورة جميلة عن العراق، دا ياخذ تفاعل أقل، ويمكن يعني ببعض الأحيان يبالغون الناس بمثلا حتى يقولوا لك إنه أنت دا تبالغ بإيجابيتك أنك دا تطلع العراق بهالطريقة. صح لو غلط؟ هواية صارت. إيه. شوفي، بصراحة الناس تحب المحتوى اللي يضحك، صحيح. السهل، سهل الوصول، وللأسف احنا محتوانا شوية مرات يكون جدي أكثر. نعم. محتوانا شوية واقعي ببعض الأحيان، يعني محتوانا شوية مرات يكون بملل، احنا نحاول مرات نفكر شلون راح نكتب السكريبت مال الفيديو بحيث الفيديو ما يكون ممل، بحيث نصور مكان تراثي أو أثر أو نحكي قصة عراقية أو مكان ممكن ترفيهي بحيث الناس تستمتع وما تسوي له سكيب. زين، ايش قد ساعد الديجيتال او الديجيتاليزيشن حاليا بالعراق اللي يروج لها بصناعه محتواك بالسفر؟ ساعد هواية. اليوم الناس ما تقعد تفتح قناة معينة حتى تشوف العراق، بس ممكن يطلع لها فيديو باي اكسيدنت على العراق. صحيح. يعني ممكن الالجوريثم، الخوارزميات، ممكن بطريقة استخدام اغنية ترند معينة صح. حيطلع فيديو عن العراق لاي واحد عايش برا العراق وحيتشجع يجي. صح. المفروض صناع المحتوى بالعراق يكون لهم سبورت خاص حتى انه هو دا يسوي شيء بدون مقابل. بالفعل. يعني فانت لازم تدعمه حتى ينقل هاي الصورة. يابا بدون مقابل؟ بدون عاد مقابل. أنا أعرف إنه أنت مليونير هسه. طيب، احنا في غالب الاحيان، اني واحد من الناس، اني محتواي شكل، ومرات اسوي اعلانات احاول اربطها بمحتواي فقط انه حتى اقدر استمر اسوي محتوى طبيعي. انا اروح اصور مثلا القصر العباسي، مدرسه المستنصريه، واطلع بفيديو احكي ستوري على مثل عراقي. صح. او شارع العراق، منو حيطينا عليه؟ اكيد ماكو عليه ما فد حتاخذ، بس بالنهايه انت صارف عليه، المقش مكتوب عليه. رحال. شنو يعني لك رحال؟ رحال انا اشوفها حاليا خطوه كلش مهمه بمجال التشجيع على السياحه بالعراق والسياحه الخارجيه خارج العراق، وخطوه مهمه بالتحول الرقمي صراحه. يعني اشوفها حيشجع هواي ناس. قبل مثلا احنا كنا حتى نحجز او نروح لمكتب معين من زمان، بدنا نحكي كلش ناس ما كان عندها هاي الوعي على الحجز عن طريق التطبيقات. صحيح. عشان تروح تاخذ الجواز، تروح مدري شنو الاوراق وتقدم. هسه حاليا انت قاعد ببيتك. انت من يمكن اول صناع المحتوى اللي ضمن رحال. يعني انا ذكر من البدايه، احنا رحنا دوله عربيه كانت، بس ما راح اقدر هسه احكي شيء. الناس تتحمس بعد رمضان ان شاء الله حيشوفون هاي الشغلات. زين، وهل من رحت للدوله نفسها هل كان ايضا اكو تسهيلات داخل الدوله نفسها للبلان مالتك عن طريق رحال؟
عن طريق رحال اي نعم، بوقتها السياره جتني همينه من المطار للفندق، حلو. لهواي شغلات، السائق، اي أوكي. طبعا كانت هواي شغلات يعني. يعني استمتعت يعني التريب انت دللوك رحال. بدللوني. طبعا يدللوني. زين هذا الدلال طلّع لنا محتوى قوي؟ تخيل يعني خليني اقول لك شغله ميس، إيه. فيديو عندنا دقيقه، دقيقه أوكي. هو إيه. كان استغرق تصويره تقريبا يومين، طلعنا به اكثر من منطقه، اكثر من أنا كلش محافظه. تحمست بس راح تقول لي يا دولة من ننسد. ورا ما نسد. ورا ما نسد ما 100%. يصير يعني وانت لازم. لابسه اخضر اليوم مو براند أني رحال. مالي لوجو رحال اليوم. لاحظت من اهم الشغلات اللي صارت وياي صراحه، ومن اهم الخدمات إيه. برحال، هو يوفر باكج كامل. يعني تخيلي انا رحال ايسم، إمم. اشتريت الايسم واني بالمطار، طبيت على التطبيق، دفعت الكترونيا واشتريته، بحيث بس ليش؟ نزلت لي مطار الدوله اللخ انا عندي إيه. نت اوريدي، محتاجه انه اروح ادور على سيم كارت واعطي الجواز وتعال اشتري سيم صحيح. كارت، لا إيه. انا إيه. مجهز كل شيء قبل لا اجي اصلا، بس اختارت الدوله اللي إمم. اريدها ودفعت المبلغ. بس أنا حطالب بعدين أروح نفس هاي السفرة إذا تعجبني. اكيد وياي، وياك؟ نروح سوا. ما تحس مرات بظلم إنه هذا التعب اللي دا تطلّع بيه دقيقة دا ياخذ تفاعل أقل من فيديو لايف، واحد قاعد بغرفته لايف نزّله وأخذ ملايين التفاعل، وغير عن هذا طلع ترند. شوفي هو أني أضوج مو ما أضوج، أقول إمم. يعني ليش الناس قاعدة تتوجه نحو هاي الشغلات، بس بنفس إمم. الوقت هي quality مو quantity، نايس. أوكي؟ أوكي. فالفئة اللي قاعد شهرة مو تتابعني شهيرة. بشهرة مو شهيرة نفس ما دا تصير صحيح. هسه. هل يزعجك إنه يختارون ممكن صانع محتوى أو صانعة محتوى متخصصين بالفاشن، بالسيارات، بأمور مختلفة يعني، لصناعة محتوى سفر، ما يجون على هنداوي لأنه مرة ثانية هذا الشخص أو هاي صانعة المحتوى تدخل أرقام أكثر منك؟ شوفي أنا يا ريت لو يختارون شخص مو بالمجال، يعني إمم. الاختيارات دا تصير أصلا بس لأنه معروف، يعني حتى مو صانع محتوى. زين أنت مو هذا الشخص صح. اللي دا تجيبه، أكو شيء بالنهاية بالماركتينج، إمم. إمم. البراند ايمج، صورتك قدام الناس، صورة البراند مالته قدام الناس، هذا الشخص يا اما يرفعها يا أما يا ينزل. اما 100%. بس ما تحس إنه بالفترة الأخيرة شوية صار السوق فاهم أكثر باختياراته؟ بحكم التجارب. صحيح، بدت هاي الأمور تقل، أنا دا أشوفها هسه بالعراق يعني خصوصاً. هذا الموضوع يعني يوم بعد يوم، انا اتوقع إمم. يعني الناس قامت تفهم اكثر من اللي يجيب مبيعات اكثر ما انه تجيب لها شهرة. لو قلت لك هسه أريد تصنع لي محتوى مع رحال وتختار منطقة أنت حاب إنه تروح لها بالعراق بالعراق، مهم. وحاب إنه تكون هي تجربتك مع رحال داخل العراق. الموصل بدون اي تفكير، الموصل تحتاج. جميل. حاليا قاعد تتحسن الاماكن التراثيه تقريبا رجعت، كانت الحدباء رجعت، واني ما رايح لها ولا مره. موقف بوحدة من رحلاتك بس خلاك يعني تضحك بشكل هستيري. بدوله من الدول اللي رحت لها، زين. شايفه انه اكو هذا من تروح لاماكن سياحيه ياخذون التليفون من عندك حتى يصوروك ما يعطوك اياه لتعطيهم فلوس. زين. اوكي. فاني صارت وياي بوقتها جو واحد صورني اخذ لقطه هيجي ولقطه هيجي، وهذا يسوي الكاميرا هي. فلقطات كانت كل ضرب شيء هو. دقلات. فشايفه هاي الصور ب زين. 2017 كانت تنزل يحطوا عليه صباح الخير. لا. اخذ لي صور خيبه الله، مو هاي المشكله، وراها لا قلت له تليفوني ما اعطيك اياه، أوه. عطني كذا مبلغ. تليفونك؟ اي مطاني التليفون اعطيته يو. الفلوس، هاي اوكي زين هسه لحد الان اعطيته بس هو الفلوس. تليفونك. مطاني الا اعطيه فلوس. إيه. وها ومهم انا شفت مره كبيره كانت عجوز دا اعطيها مي، إيه. رزلتني عبالها دا لا. تبيع لي اياه يعني اريد فلوس. أنا أتمنى إنه تكون رحلتك الجاية ويا رحال أسهل، أسرع، امتع. وأمتع إن شاء الله. وشكرا لك على هذا اللقاء الرائع. شكرا ميس، ورمضان شرفنا. الكريم. رمضان كريم عليك، سعيده. أنا أسعد. اهلا شكرا. وسهلا.